بيبدأ الفيلم بالصيدلي سيف اللي بيقرر يرجع مصر بعد ما كان شغال في الكويت عشان يستقر ويتجوز الصحفية شاهيناز. الو، يا هلا دكتور نواف، شلونك؟ شخبارك؟ ايش صاير؟ خربتوا علينا النومه، في ايه؟ انا مش عارف ليه كل اللي بيسافر يومين يرجع يقول لي سياره وجوال ويعمل لي فيها ولد جبايل. المهم شاهيناز شخص غيور جدا على سيف، بتجيب له موبايل جديد عشان هو بيستعمل موبايلات قديمه، وده علشان تعرف اللوكيشن بتاعه في اغلب الوقت. سيف ما بيعرفش يتعامل مع العدد التاتش واخره الموبايلات ام زراير، فبيروح محل موبايلات عشان يظبطوا له الشريحه ويعرف يتعامل على الموبايل. وسبحان الله يا اخي المحل بيطلع بتاع صاحبه عمرو الصفطاوي، بيبدا يظبط له البلوتوث بتاع الموبايل على العربيه وينزل له فيديوهات الدوده لابن نينوى. يعني تفضل استاذ ستار، يعني هسه هذا تفترى علي يا حبيبي، شو تدور من عندي؟ يعني نضحك هسه فلش راسك. المهم بيقول له عقبال ما انت تروح تتفرج على الكلاسيكو اكون انا ظبطت لك الموبايل. ان كرة القدم احبائي في الله ما هي الا لعبة يضحك بها على عقول الشعوب. ده انت لو هتنزل للموبايل نسخه مش هتاخد الوقت ده كله. بيقول له انه خلاص ظبط له الموبايل ونزل له الترو كولر، فبيستغرب سيف وبيقول له ايه الترو كولر ده؟ سيدي ابلكيشن بيخليك تعرف اسم اللي بيتصل بيك حتى لو انت مش مسجل نمرته على الموبايل عندك. وهنا بينبهر سيف وكأنه اكتشف النار. بيتبسط سيف عشان خطيبته بتغير ولو نمرة غريبة كلمته بتقول له انا اللي هرد، وبيرن على موبايله رقم بيظهر على الترو كولر اسمه شوشو وون. ما بيرضاش سيف يرد لان خطيبته بتغير، فبيرد صاحبه على الرقم. بتطلع واحدة وبتقول له انها في بار في الزمالك وبتجيب معاه سكة في التليفون. بترن بعدها مرة تانية على سيف وبنكتشف ان شوشو وونت دي هي شاهيناز خطيبة سيف اللي فرحهم كمان كام يوم. بيتفاجئ سيف فبينزل جاري يسوق العربية ببليزر وقميص غير اللي كان لابسهم فوق، وبيكلم شاهيناز عشان يقابلها، فبتقول له انها في الزمالك بتجيب حاجات مع هدير صاحبتها. ولكن المعجزة بقى انه لما وصل البار وصل بنفس لبسه اللي كان لابسه وهو قاعد مع صاحبه تقريبا، وهو بيدي الغيار للعربية بيغير معاه هدومه. بيدخل سيف البار وبيسأل على شوشو، من كتر القلق والتوتر قاعد يشرب لحد ما سكر. بعد كده بيتصل بيها وبيسألها هي فين، فبتسمع صوت واحدة جنبه، فبتروح رامية الموبايل عشان بتحس ان هو بيخونها. بنرجع تاني لصاحب سيف اللي بيدور على اكونت شوشو على الفيس وبيكلمها، وبيروح سيف لعمرو بيته وبيكون عمرو نايم، فبتفتح له صاحبة عمرو بتدخله عشان تضايفه، وعمرو نايم جوه، وبتخش الاوضه تجيب الغطا من جوه وتغطي سيف، وعمرو نايم جوه، وبيصحى الصبح يلاقيه نايم بره على الكنبه، فبيفتكر انه عمل حاجات مش كويسه وهو نايم جوه. انت عايز تفهمني انك دخلت الشقه ونمت واتغطيت ومش فاكر دخلت ازاي؟ بيسأل سيف عمرو على شوشو، فبيقول له انه كلمها على الفيس واللاب اهو عنده لو عايز يكلمها او يخش ينام جوه. بيقعد سيف على اللاب وبيكلم شوشو من غير حتى ما يقول لها السلام عليكم ولا اي حاجه. راح قايل لها انت فيرجن ولا لا؟ يعني يا اسطى واحده فتاه ليل تسالها سؤال زي ده حتى عيب في حقها. انا كنت مستناها تقول له انا فيرجن فان دايك. ماشي يا شكرا. بيسالها بعد كده سؤال اغرب من اللي قبله وبيقول لها انت بتحبي ايه؟ فقالت له كل انواع البوس. انا شخصيا بحب البوس السنجاري، ولكن سيف بيستغرب جدا. تقريبا كان مستناها تقول له بحب اسمع فيروز، انا بحب اشرب قهوه، الدنيا بتمطر كده يعني. فبيطلب منها تجيله الشقه، فبتقول له لا نتفق في الكافيه الاول وبعد كده نشوف الحوار بتاع الشقه. والله انا مش عارف ليه حد يتكلم في الكلام ده الساعه 12 الظهر، يعني ده انت بوظت سمعه فتيات الليل. بيروح سيف الكافيه وبيلاقي ايه بقى؟ استنوا شغل درامز تشويقي. بتكون زعلانه منه عشان لما رد عليها امبارح سمعت صوت واحده جنبه، وطبعا انا كنت مستني سيف ينزل تلطيش بالاقلام فيها او يكسر على دماغها الترابيزه، ولكنه بيقول لها انه بيحبها وبيقرر يلم الدور عشان فرحهم قرب. تفهمش بقى هو قرر يسترها ولا كسل يتخانق. بيصحى سيف من النوم على فويس من صاحبه عمرو اللي بيقول له انه كلم شوشو على الفيس واداه عنوانه بالتفصيل وشكره عشان شوشو وونت جات له وطلعت صاروخ. فبيتعصب جدا وبيجري بسرعه لبيت عمرو يدور على شوشو. غالبا من الصدمه كان فاكر انه هينفض الملايه هتروح شوشو واقع على الارض، فاكرها جنيه معدن. بيسأل عمرو هي فين، فبيقول له لسه نازله دلوقتي عشان فرحها بكره ومشغوله. بس بيسأل سؤال اغرب من قصه الفيلم كلها. طب هي سابت نفسها كده ولا يعني قومت؟ يعني خلاص، يعني الراجل فقد الامل وبيحاول يلاقي لها اي حاجه صح عشان يديها عليها درجات. بعد كده بيكلمها وبتقول له انها لسه مخلصه صباها، فبيروح يقابلها في كافيه وبياخد معاه صاحبه عمرو عشان يشوفها ويفضحها، وبيلاقي ان الاتنين اتوتروا لما شافوا بعض، فاخيرا بيبدا يربط الخطوط ببعضها. واخيرا وهو بيوصلها البيت عشان فرحهم بكره بيقول لها لو جمعوا حب العالم ده كله في كفه وحب ليكي في كفه تانيه كفيت انا اللي هطب. بيبصم سيف على عقود كاتب الكتاب وبيجي عند حته البكر الرشيد وما بيقدرش يكمل، وبيقوم يفضح شاهيناز اللي بيغمى عليها من الصدمه. اختك مش بكر ولا رشيد. And his name is John C.
سؤال بس هنا حضرتك، يعني طب انت ليه لبست البدله ورفعت السشوار وجاي كل ده لسه سبنس؟ ما كنت عملت كده من قبل ما تكتبوا الكتاب. هو غالبا والله اعلم بتوع القاعه ما رضوش يرجعوا له الفلوس بتاعه الحجز، فكان بيحلل بقى فلوس القاعه والمأذون والليله دي. بتروح شاهناز المستشفى وبنلاقي عمرو داخل على اهلها المستشفى وبيقول لهم ان سيف كان بيشوه صوره بنتهم وان هو جاي يصلح غلطه وبيطلب ايد شاهناز. بيقطع كلامهم الدكتور اللي بيقول لهم ان حصل لها هبوط حاد في الدوره الدمويه نتيجه الصدمه، وانه سمع اللي حصل في الفرح وبيطمنهم ان مفيش حد لمسها وانها لسه بنت. ستوب يا جماعه، يعني ستوب بجد. يعني مدير المستشفى بنفسه بيستقبل الحاله في الاستقبال وقلت ماشي، يطلع يقيس الضغط وقلت عادي. ولكن اللي محتاج افهمه يعني هل ده من العادي كده ان واحده داخله المستشفى فيقيسوا لها الضغط ويعملوا لها كشف عذريه على الماشي كده فوق الحساب؟ وطبعا اكيد بعد ما خرجت لفوا بيها في مدينه الانتاج الاعلامي. بيجدد عمرو طلبه فبابا بيقول له هاخد راي البت لما تفوق. يعني ده انت شهم جدا يا استاذ عمرو، ما عملتش حاجه وعايز تصلح غلطتك برضه. بنتنقل للماستر سين بتاعنا فبنشوف عمرو وهو بيعترف بحبه لشاهناز اللي بيطلع هو مظبط كل حاجه عشان يبوظ الجوازه ويتجوزها هو بدل سيف. وفي الوقت اللي بيدور فيه سيف على عمرو بيروح يقابل صاحبته وبتقول له ان تصرفاته بقت غريبه وانها امبارح قلبت في اللاب بتاعه وعامل فولدر كامل بصور شاهناز، وانه كمان اعترف لها وهو مش في وعيه انه بيحبها. القذر استغل شطارته في التليفونات وفي الابليكيشنز ورسم السيناريو الحقيري زيه. انا مش هسيبه. بيقابل عمرو قدير صاحبة شاهناز وبيطلعوا متفقين يشوهوا سمعتها عشان تاخد مكانها في البرنامج اللي هي هتقدمه. فبيتفق سيف مع بلطجية عشان يخطفوا عمرو وياخدوا في وكر بعيد عشان يعرف منه الخطة. وبيبدأ يعترف ان الفكرة جات له بعد ما هدير قالت له انها جايبه له موبايل جديد وباقي الخطة كانت بتاعتها. فبينزل سيف اعتذار رسمي في الجورنال لشاهناز. يا اسطى اعتذار رسمي في الجورنال ايه؟ يعني هو انتوا اتخانقتوا في القمة العربية وبعدين انت بتسيح لها كده في الاعتذار اكتر. المهم يا سيدي بيقعد مع ابوه وبيعتذر له فبيتقمص دور اشرف عبد الباقي في مسرح مصر. الله يخرب بيت الموبايلات والنت والتكنولوجيا اللي بقت بتهد البيوت وتخربها. بتفوق شاهناز وبتقدم البرنامج وبتستضيف اول قضيه في الحلقه. في كل حلقه معايا ضيفه اتعرضت للظلم او الخيانه. حبيته سنين طويله يا استاذه شاهناز، ضيعت كل عمري معاه. وزي ما انتم شايفين قضيه مهمه جدا طبعا. بيخش سيف اللوكيشن على الهوا وبيعتذر لشاهناز. انا مستعد اعتذر لك قدام الملايين كلهم اللي بيشوفوني. ملايين ايه يا اسطى بالمحتوى اللي بتناقشوا في البرنامج ده؟ ده نقطع دراعي لو حد اتفرج على البرنامج ده غير الناس اللي في الاستوديو. بيرجعوا لبعض في مشهد مهيب بعدها وبنروح لقعده مع اهل شاهناز واخوها احمد بيشترط على سيف انه يكتب لها فيلا الساحل الشمالي وفيلا التجمع وعربيه موديل السنه دي باسمها. جرى يا عم احمد، هو هيمضي عقد جواز على اختك ولا عقد احتراف مع مبابي؟ بيتجوزوا وبتيجي مكالمه يوم الصباحيه لشاهناز وبتبقى من مدير التحرير بتاعها ومدير المستشفى اللي بيكون هو اللي زور شهاده انها بنت. بنتفاجئ كلنا بالدكتور سيف اللي بيكون واقف ورا شوشو وبيقول لها ان وراه ميعاد نقل ملكيه وده لانه مضاها وهي بتستلم منه الفيلا على توكيل عام. وبيروح سيف معاقبها عقاب شديد جدا وبيمشي من غير ما يحاسب على الفندق. انجوي يور تايم. طب انت عامل الفيلم ده ليه؟ يعني عايز تقول ايه؟ ان السوشيال ميديا وحشه والتكنولوجيا وحشه وهي السبب في اللي احنا فيه؟ ولا ان اصلا الناس هي اللي وحشه والبت هي اللي خاينه وكده كده السوشيال ميديا ملهاش دعوه؟ ولا يمكن عايز تقول ان خالد سليم هو اللي جامد؟ هي دي منطقيه اكتر، بس هتفيدني انا بقى كمشاهد في ايه؟ وبعدين فيلم فيه خالد سليم وفيه مي سليم ونازل في سنه 2016 ومحدش سمع عنه. والله العظيم انا تعبت، يعني لا القديم بقى نافع ولا الجديد بقى نافع، كله بايظ. عموما عشان الناس بتاع البصل عماله تعدي والخزينه بصل والزيت بتاع السمك جاي اهو تحت عمال هيبوظ كل اللي احنا بنعمله ده، فما تنساش قبل ما تطلع تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب وتستنانا في ملخص تاني. والسلام. ايه ده الجلابيه؟ انا قاعد على الجلابيه يا اخوانا. طب مش تقول لي اشيل الجلابيه؟ يعني سايبني كده ايه؟ مش هعيد خلاص. يلا بوظتوا المايك كمان. يلا اتفرج وخلاص.